حاولت ارمي حتة لحمة من الشباك بس اكتشفت متأخر قوي ان الشباك كان مقفول. جملة زي دي اكيد وراها مصيبة. موقف غريب جدا ومحرج لأبعد الحدود. تعالوا نشوف ايه حكاية الجملة دي بالظبط. قصتنا النهاردة عن عملية سطو فاشلة، بس مش على بنك، لا، على قطعة ستيك. أيوة، زي ما سمعتوا كده. والحكاية أغرب بكتير مما تتخيلوا. كل الأحداث دي حصلت في عشاء واحد، عشاء مصيري، لأن بطل القصة كان بيقابل أهل خطيبته لأول مرة، والهدف طبعا كان إنه يسيب انطباع أول مثالي، لكن الضغط كان رهيب. طيب، مين أبطال القصة دي؟ عندنا أولاً الراوي، شاب عنده 24 سنة وشخصيته من النوع اللي بيحاول يرضي كل الناس. وعندنا سارة خطيبته اللي جاية من عيلة راقية جدا. وأهم شخصية بقى هو الأب، راجل كلاسيكي حازم جدا، عامل زي مدير مدرسة قديم. والموقف بيزداد تعقيدا لما حماته المستقبلية تعلن وبكل فخر إنها طبخت العشاء ده بنفسها ومخصوص علشانه. خلاص كده أي تعليق سلبي على الأكل بقى مستحيل تماما. ومن هنا تبدأ المعضلة الحقيقية، مأساة قطعة الاستيك. اللي اتقدم في الطبق كان كارثة بكل المقاييس. طيب، إيه اللي كان في الطبق؟ قطعة ستيك، لكن وصفها كان مرعب. كانت أقرب لحتة كاوتش، محروقة من بره ولسه نية من جوه. والأسوأ من كل ده إنها كانت ناشفة لدرجة إن السكينة كانت حرفياً بتصرخ وهو بيحاول يقطعها. الراجل وصفها بأبلغ تعبير ممكن: لبانة بطعم الفحم. تخيلوا الإحساس وهو بيمضغ فيها ويمضغ ومفيش أي أمل إنها تتبلع. ورطة حقيقية. طيب يعمل إيه؟ دماغه كانت بتغلي. هل يتفهها ويبقى شكله مقزز قدامهم، ولا يحاول يبلعها بالغصب وممكن يتخنق قدام الأب الصارم اللي قاعد يراقبه؟ كل الخيارات كانت أسوأ من بعضها. وسط حالة اليأس دي وفي لحظة تجلي جات له فكرة، خطة عبقرية، أو على الأقل ده اللي هو كان فاكره في اللحظة دي. الخطة كانت بسيطة ومحكمة. أولاً، يستنى أي لحظة تشتيت انتباه. ثانياً، يعمل نفسه بيكح أو بيعطس عشان يغطي على الحركة. ثالثاً، وبسرعة خاطفة يرمي قطعة اللحم في الجنينة للكلاب. إيه اللي ممكن يطلع غلط يعني؟ وفعلاً اللحظة المناسبة جت. الأب بدأ يحكي قصة طويلة عن الشغل، والكل كان مركز معاه. دي كانت الفرصة الذهبية. صاحبنا استغل اللحظة بسرعة ودقة، لاعب بيسبول محترف. وهنا بنوصل للحظة الذروة، لحظة الانهيار الكامل للخطة، اللحظة اللي كل حاجة فيها باظت بشكل مأساوي. وفجأة في نص هدوء العشاء سمعوا صوت قوي ومفزع: طاه. الصدمة كانت إن الشباك اللي كان بيرمي عليه كان مقفول. قطعة اللحمة الدهنية لزقت في نص لوح الإزاز بالظبط، وبدأت تتزحلق ببطء شديد في مشهد استمر حوالي 10 ثواني، وهي سايبة وراها خط دهني مقرف على الإزاز النظيف. ساد صمت تام، صمت مطبق. الأب سكت عن الكلام، الأم شهقت، وسارة خطيبته فضلت فتح بقها من الصدمة. الكل كان بيبص على المشهد السريالي ده ومش مستوعب. وبعد لحظات الصمت المرعبة دي، الأب بص على اللحمة وبعدين بص على بطلنا، وبكل هدوء وبرود يخوف سأله: يا ابني، وانت كنت بتحاول تأكل الإزاز؟ مع التوتر والارتباك طلع منه أسوأ عذر ممكن يتقال: أنا آسف، أنا افتكرت إني شفت دبانة وكنت بحاول أضربها. طبعا العذر ده خلى الموقف محرج أكتر، لأنه مش منطقي بالمرة. بعد الكارثة دي كان متوقع إن كل حاجة تنتهي، لكن الأحداث أخدت منحنى تاني خالص، منحنى محدش كان يتوقعه. ساعات الفشل مش بيكون نهاية القصة. صاحبنا كان متأكد في اللحظة دي إن علاقته بسارة انتهت للأبد، لكن اللي حصل في الواقع كان العكس تماماً. أبوها بص عليه وفجأة انفجر في نوبة ضحك هستيرية. الأب فسر الموقف بطريقة غريبة. قال لبنته: الوالد ده أهبل بس جريء، وعجبني إنه حاول ياكل أكل مامتك عشان ما يجرحش مشاعرها. وهنا بقى جات المفاجأة الأكبر، القنبلة. الأب اعترف بسر خطير جدا وقال: على فكرة أنا بقالي 30 سنة برمي أكلها للكلب من تحت ترابيزة. تخيلوا، طلع إن الأب نفسه كان بيعاني في الصمت وقدر المجهود اللي بطلنا عمله. والنهاية بشكل لا يصدق كانت سعيدة. اتعزموا تاني على العشاء الأسبوع اللي بعده، بس المرة دي العشاء كان بيتزا. والأهم من كل ده، وعدوهم إنهم هيسيبوا الشباك مفتوح المرة الجاية. القصة دي بتخلينا نفكر، يا ترى إيه أكتر موقف محرج ممكن حد يتعرض له وهو بيحاول يسيب انطباع كويس؟ يمكن الدرس هنا إن ساعات الفشل الذريع هو اللي بيفتح الباب للقبول الحقيقي.